السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا في احسن حال يا رب العالمين. حبايب قلبي، بشكركم شكرا جزيلا. اللحظة اللي انا بصور فيها الفيديو ده وصلنا حوالي 120 مشترك، وده طبعا هو رقم بسيط، حد يشوفه بسيط بس انا شايفاه الحمد لله كبير. فألف حمد ألف شكر لك يا رب. وطبعا بشكركم حبايب قلبي، كل اللي حط ثقته فيا واشترك في القناة طبعا ألف شكر. ربنا يجازيكم عني كل خير يا رب العالمين، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم بإذن الله. هنستفاد وهنفيد بعض بإذن الله. كل حاجة هنناقشها على القناة دي هتكون مفيدة بإذن الله، وهنخرج منها بأوجه استفادة. اللي ما يعرفنيش، أنا أماني أو أمان الرفاعي أو مس منا زي ما أنا معروفة، صاحبة قناة الحكاية فيها منا سابقا. ودلوقتي أنا دي القناة بتاعتي حاليا، لأن قناة الحكاية فيها منا اللي ما يعرفش هي اتباعت خلاص او انا بعتها. فهي دي القناة الوحيدة اللي تبعي دلوقتي، او اللي انا لي علاقة بيها، وان شاء الله هتكبر زي قناة الحكاية فيها منا وفي اسرع وقت كمان بإذن الله. طبعا بشكر كل اللي بيحط اشتراك وبيحط اللايك، طبعا شكرا جزيلا. ربنا يا رب يجازيكم كل خير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فألف شكر. هنبدأ كده ان شاء الله، هنكمل الفيديو بتاع امبارح اللي هو ازاي نخلي اولادنا يقدروا يعتمدوا على نفسهم ويذاكروا لوحدهم. وده طبعا خاص بالمرحلة الابتدائية. انا قلت هنتكلم عن المرحلة الابتدائية، وبعد كده هنتكلم عن اللي اولادنا بقى اللي هم في المرحلة الاعدادية وفي المرحلة الثانوية، اللي هم بقى بعد كده سن المراهقة والكلام ده كله. طيب، خلينا دلوقتي واحدة واحدة. في المرحلة الابتدائية هعيد الكلام أو ملخص النقاط اللي أنا قلتها المرة اللي فاتت، وأقولك إيه الأسباب. طب أنا ليه ما قلتش الأسباب امبارح وقلت الحلول على طول؟ يعني قلت النقاط اللي إزاي نخلي أولادنا يعتمدوا على نفسهم، يذاكروا مع نفسهم ويعتمدوا على نفسهم، ومرضتش أقول السبب في إيه اللي أولادك متعلقين بيك. هي كانت المشكلة الأساسية اللي إحنا بنتناقش فيها أو بنتكلم فيها، اللي أولادك اي مكان تروحيه هما لازقين فيكي كده. طب روح يا حبيبي خلص واجبك، روح شوف وراك ايه لحد اما اخلص. لا يا ماما، ما اعرفش اقعد الا معاك، ما اعرفش اذاكر غير معاك، ما بعرفش مثلا افهم حاجه غير بيكي، ما بعرفش احل غير وانت معاي، مش هكتب الواجب الا وانت قاعده جنبي. فتضطري تقعدي معاه ال4 ساعات او ال5 ساعات او ايا كان ساعات المذاكره، فبتقعدي معاه قاعدة جنبه على طول. أول ما تقومي تعملي أي حاجة تلاقيه بتلك على طول، ماهوش طايق يقعد على الكتاب ثانية واحدة أو على كراسة الواجبات أو على أي حاجة غير وانتي قاعدة جنبه ومتذنبة جنبه. دي طبعا فيها إهدار لوقتك وصحتك ومسؤولياتك التانية اللي هي ممكن ما تقلش أهمية عن مذاكرتك لأولادك. طيب، اتكلمنا امبارح أو في الفيديو بتاع امبارح على ازاي نتخلص من الموضوع ده ونسحب نفسنا تدريجيا واحدة واحدة كده. زي ما انا قلت، مش مرة واحدة نقول له لا بقى ما انت من هنا ورايح هتذاكر لوحدك بقى وهتعمل الواجبات لوحدك وما اقعدش قاعدة معاك والكلام ده كله، مش هينفع خالص. انا قلت نسحب نفسنا تدريجيا بالراحة واحدة واحدة كده. قلت الحلول ازاي نقدر نسحب نفسنا تدريجيا كده، هرجع لكم على الحلول دلوقتي بس بعد ما اقول الاسباب بقى. مرضتش اقول الاسباب عشان ما تهاجمش ويقولوا انت جايه علينا او كده، لان انا زيكم وبغلط برضو في الاسباب دي وبعملها برضو يعني، بس بحاول اقللها على قد ما اقدر. ايه هي الاسباب اللي بتخلي الاولاد متمسكين بيكي ومش راضيين يقعدوا في اي مكان يذاكروا غير وانت قاعده معاهم؟ وطبعا الاسباب دي كلها ترجع لك انت السبب في كل ده. انا السبب ازاي؟ ايوه انت السبب. انت اللي عودتهم على كده، انت اللي عودتهم لو اتطلب منهم اي مهمة او اي نشاط انت اللي بتعمليه. يعني مثلا المدرسة او المدرس عليهم في المدرسة قال لهم قصوا مثلا الصفحة دي، او لونوا النشاط ده، او اكتبوا لي بطاقات بالحروف دي، او مثلا اعملوا لي نشاط عن الحيوانات كذا، او اعملوا لي مثلا تجربة كذا. فاحنا بنريح دماغنا وبنستسهل لا نوديها لواحد بره يعمل لنا الحاجة دي او النشاط ده وندفع له ثمنه. وكل اللي على ابننا او بنتنا اللي هو مطلوب منهم النشاط اساسا ما يعرفش هو اتعمل فيه ايه غير اللي هو بياخده يوصله تاني يوم الصبح للمدرسة. ده اللي بنعمله. لا اما احنا بنتطوع بقى ونقعد نجيب قص ولزق ومقصات والوان ونقعد طول النهار وطول الليل نقول في الانشطة اللي مطلوبة مننا في المدرسة. اولا لو كانت الانشطة بتتاخد عشان خاطر الام هي اللي تعملها يبقى ملهاش اي 60 لازمة، وده حال الامهات المصريات كلهم. مش هقول لكم اللي انا مثلا فوقكم
او انا مثلا احسن منكم او حاجة، انا بعمل زيكم برضو عشان اشتري دماغي واشتري راحتي واقول خلاص انجز في الوقت وكده. وده طبعا اكبر الاخطاء اللي بتتعمل، اللي احنا ما بنخليش الاولاد يعتمدوا على نفسهم. هم اخدوا نشاط في المدرسة، سواء قص سواء تلوين سواء بتاع، انا اوفر له الادوات واقعد جنبه زي ما انا قلت، دور اشراف فقط. مثلا لو في حاجة زي هيقصها هيقطعها وفيها مثلا خطر عليه اللي هو يستخدمها، انا هكون تحت رعايتي او تحت توجيهي، او انا قاعدة مشرفة عليه واخدة بالي منه عشان ما يعورش نفسه او يأذي نفسه. حاجات فيها تلوين هعرفه يا حبيبي ده هي هتلونها باللون ده، وده هتلونها باللون ده، ده هتلونه باللون ده، لون وجرب. انا مش هخاف اللي ابني مثلا يبقى نشاطه وحش، او اخاف اللي هو ياخد صفر عشان مثلا ملون غير الالوان الاساسية، او خارج عن الاطار بتاع الرسمة، او مثلا عمل التجربة غلط، او ايا كان النشاط اللي مطلوب منه. اخاف على شكل الولد قدام زمايله او قدام المس اللي هو عاطلها النشاط غلط او عامل النشاط اي كلام، واروح ادفع فلوس او اعمله انا اتطوع او اعمله انا طول الليل وطول النهار قاعده اعمل له في النشاط. واخاف على شكل الولد، وما اخافش طبعا على اللي هو مستقبله فيما بعد. زي ما انا قلت هو ده اللي بخليه يبقى اتكالي او متكل عليكي. يعني ايه؟ يعني ايه رامي كل حمله عليك؟ خدي يا ماما شوف الواجب اللي وراك ايه، لا افتحي الشنطه انت وشوفي انت الواجبات. تلاقيكي قاعده يا عيني اول ما اجي من المدرسه تفتحي الشنطه، تشوفي الواجب اخد ايه، في الواجب ايه، في ماده ايه، عليه ايه، أنشطة ايه اللي مطلوبة منه. كل ده انت اللي بتشوفيه، مش هو اللي المفروض هو اللي يجي من المدرسة يفتح الشنطة يعرف إيه هو عليه واجب ايه، يطلع واجبه يكتبه مع نفسه، يا ماما احنا اخدنا كذا انا هعمله، تحت طبعا اشراف. يبقى انت السبب اللي انت بتشتري دماغك او بتريحي نفسك او حابة تدفعي فلوس من غير ما تغامري بوقتك ولا بصحتك ولا بمجهودك، وتقولي ايه يلا ايه هو كل اللي عليه اللي هو هيوصله للميس بتاعته. تاني سبب طبعا اللي احنا اولادنا وهم بسن صغيرين تلاقينا دايما مستعجلين ان هم يتكلموا بسرعة، ينطقوا بسرعة، يكتبوا بسرعة، يخلصوا بسرعة. زي ما انا قلت لكم في وسط الكلام اللي هو في الفيديو، قلت لكم تلاقي الام بدل ما تخلي ابنها يكتب وتمسح له مرة واتنين وتلاتة، لا تعمل ايه بقى؟ تقوم واخده له الكراسة وكاتبه له هي ومخلصه له، او مخليه اخوه اكبر منه او اخت اكبر منه او عمتها او خالته او عمته او اي حد ايا كان كبير في العيلة، تقول له اكتب له واجب عشان ما يروحش يتضرب. يعني شايفين هي بتفكر ازاي؟ خايفة على عقاب الولد من المس بتاعته، ومش خايفة على اللي بعد كده هيطلع عينيها وهيعذبها، لا هيتأسس كويس ولا هيبقى شخص مثلا مسؤول عن حاجته بنفسه ويعملها. لا ده هي عايزة زي ما انا قلت مستعجلة وراها حاجات، فعايزة تريح دماغها تقوم كاتبه له في ما كملش دقيقة، او عطيها لحد اكبر منه يكتبه له وخلاص روح يا حبيبي المس. الولد يجي لا عارف هو كتب ايه ولا اخد ايه ولا رجع ايه، وده طبعا يخلي عنده صعوبة تعلم، ونرجع تاني نشتكي فيما بعد. يوصل لمرحلة يخلص المرحلة الابتدائية ويوصل الإعدادية وهو لسه عايز يعرف في الحروف، وبيجيلي ناس بالشكل ده وبالوضع ده يكونوا في تالتة إعدادي وداخلين الثانوي كمان، وده حاجة مؤسفة جدا ومحزنة. ويجولي عشان أعلمهم تأسيس تاني، حروف وكلمات، يقولوا اصل احنا ما اكتشفناش اللي هو ضعيف في القراءة والكتابة غير لما كبر. ازاي؟ ما عشان انت سايباه بقى، لا اما مفيش اهتمام ولا مسؤولية منك اتجاههم، لا اما حاجة تانية انك بتكبري دماغك زي ما انا قلت، وبتكتبي بالنيابة عنه، بترسمي بالنيابة عنه، بتطلع واجباته تشوفيها انت بالنيابة عنه، ومذاكرته تخلصها بالنيابة عنه، كل حاجة وانت قاعدة تذاكري بالنيابة عنه، كل حاجة بتعمليها بالنيابة عنه، فبيطلع هذا الشخص. تالت حاجة طبعا احنا قلنا خلاص اللي هو اللي احنا دايما بنبقى مستعجلين، دايما اللي احنا اللي بنعمل الأنشطة دايما احنا اللي ما بنصبرش عليهم. يعني مثلا لو ابننا جاي يذاكر والمس عطياله صفحة تدريبات، هي المس مش عطياله صفحة تدريبات عشان يحلها، عشان انتي تقرأوا له السؤال وتجاوبوه له وهو يكتب بس، او حتى انتوا تكتبوه له. لا هي المس عطياهوله برضو مش عشان هي تعرف الإجابة، ده هي عطياهوله عشان يتمرن على شكل الأسئلة. فلما هيقرأ رأس السؤال هيفهم رأس السؤال مطلوب منه ايه، لما هيجيله في امتحان بعد كده او لما يقابل رأس السؤال بالشكل ده خلاص قرأوا وفهموا. للأسف أغلب الأمهات
اللي هم اولادها بقى. انا ما بتكلمش، انا قسمت الفيديو اللي فات اللي هم الاطفال من تأسيس اللي هو كيجي لحد مثلا تالتة ابتدائي، الأم بتقعد معاهم، هي بتسحب نفسها تدريجي بس بتساعدهم في حاجات أكتر. لكن طفل رابعة أو طالب رابعة، معلناش هنقول طفل بقى، طالب رابعة خمسة ستة، ويجي أمه هي اللي بتقرأ الرأس السؤال، وهي اللي بتفهمه السؤال عايز ايه، وهي اللي بتفهمه يحل ايه، وبتمليه، يمكن تكون بتكتب له الإجابة كمان عشان يكتبها ينقلها ويخلص بسرعة وينهي نفسه وينهي الموضوع ده. طبعا هو ده أكبر خطأ احنا بنواجهه أو بنعمله مع أولادنا، وده اللي بيخلوهم أشخاص معتمدة علينا في كل حاجة. أول ما نقوم من جنبهم كأننا كهربناهم، بيجروا ورانا، ما احناش قاعدين غير لما تقعدوا جنبنا، ومش قاعدين ليه؟ لأن هو رامي أصلا مسؤوليته عليكي، لأن هو عارف اللي انت هتريحيه وهتخلصه بسرعة. يجي يستهجى كلمة، ها انت لسه هتستهجى، هي كذا، اقرأ، وصل، اعمل، مش عارفة ايه، لان احنا اصلا مستعجلين، في طبيعة حالنا مستعجلين، وعايزين نخلص اللي ورانا. طيب ده كده اهم الاسباب. انا هتكلم لك بقى عن الحلول اللي انا قلتها المرة اللي فاتت في الفيديو ملخص كده، عشان المرة اللي فاتت كان فيه كلام كتير، فاللي حابب يوصل للحل على طول يعني من غير ما يقعد يسمع الكلام والدردشة الكتيرة دي. طبعا اول حاجه نخليهم يعتمدوا على نفسهم في امور بسيطه لحد ما نعودهم على الاعتماد على نفسهم. يعني يعتمدوا على نفسهم، اللي هم اللي يغيروا هدومهم، هم اللي يرتبوا دولابهم، هم اللي يرتبوا سريرهم اول ما يقوموا، هم اللي يساعدوك في مثلا تحضير الاكل، هم اللي يساعدوك في تحضير اللانش بوكس، في ملء الزمزميه بتاعتهم، في ملء اي حاجه بسيطه، ترتيب كتبهم، جدولهم، الكلام ده كله هم اللي يساعدوك اللي هم يعملوه. يبقى هما كده بيعتمدوا على نفسهم في أمور بسيطة، دي هتخليهم من الأمور البسيطة للأمور الأكثر معتمدين على نفسهم، أو الأمور الأكثر تعقيدا. يعني من الشيء البسيط هما طالما تحملوا مسؤولية اللي هما يعملوا حاجتهم بنفسهم، هيكبروا على تحمل المسؤولية. تاني حاجة احنا قلناها، اللي انا اديله ثقة في نفسه واعزز السلوك الايجابي. يعني ايه؟ يعني عمل حاجة صح، الله خطك كده جميل، ايوه شاطر، انت حليت كده المسألة دي صح، ايوه خد بالك الكلمة دي هو يقصد بها كذا عشان ما تغلطش، بس انا بنبهك بس عشان ما تحلش السؤال ده زي السؤال ده، لا ركز كده، ايوه برافو عليك، ممتاز، خطك النهارده جميل، كراستك منظمة، كتابك جميل، خطك شكله حلو، مش عارفة ايه. نديله دايما تعزيز إيجابي وثقة في نفسه، شاطر، برافو، ممتاز، الله، ده أنا مبسوطة منك خالص عشان خلصت واجبك لوحدك، ده أنا مبسوطة عشان حليت الصفحة دي لوحدك، ده أنا مبسوطة عشان ما عندكش أخطاء، ده أنا مبسوطة عشان كذا. حضنيه، بوسيه، اديله حاجة بيحبها، أكلة بيحبها، عصير بيحبه، هاتيله أي حاجة من بره بيحبها، مثلا فلوس، أي حاجة بقى، كافئيه بقى مرة في مرة كده لحد ما تديله ثقة في نفسه، اللي هو يقدر يعتمد على نفسه، ويقدر ما يخافش اللي هو يغلط، أو ما يخافش من العقاب. طيب تالت حاجة احنا قلنا نسحب نفسنا تدريجيا من المذاكرة، ويكون دورنا بس هو دور الإشراف والمتابعة. يعني أنا بعمل حاجة وعيني عليه، لو كتب حاجة غلط امسحها له، لو ما بيعرفش يقرأ حاجة ساعده اللي هو يقرأها. مثلا لو حل سؤال غلط، لا يا حبيبي امسح السؤال ده، حله كذا بالطريقة، واديله مثال واحد، يعني مش هحله بقى كله معاه، اديله مثال واحد وهو يحل زي ما انا شرحت له او وضحت له، بحيث اللي هو لما يروح المس زي ما انا قلت يوفر وقت كتير، اللي هي تقعد تمسح له تاني الشخبطة والهرجلة اللي هو عاملها في البيت، وتقعد تفهمه تاني الحل ازاي، والكلام ده كله بيبقى متأخر عن زمايله، بيأخر عليهم الحصة كمان. النقطة اللي بعد كده، وده أهم نقطة ولازم تكون أول نقطة، اللي أنا بعرفه هو بيذاكر ليه وبيتعلم ليه، والمذاكرة دي بتفيده في ايه وبتنفعه في ايه، والمذاكرة دي ما بتنفعناش احنا ولا بتفيدنا احنا، لا ده هو نفع، هينفع نفسه فيما بعد، وهيبقى فخور بنفسه، ولو ما نفعش هتبقى على نفسه برضو. وكل حاجة هو يعني كله فوق دماغه زي ما بيقول كده، كل حاجة هي هتصب على دماغه، نفع لنفسه ما نفعش لنفسه برضه. إيه، أعرفه الخطوة اللي بعد كده، أعرفه اللي أنا موجودة معاه للمساعدة، بس اللي أنا دوري دور مساعد، مش دور اللي هو كل حاجة عليا أنا اللي همسح، وأنا اللي هكتب، وأنا اللي هطلع له الكتاب، وأنا اللي هحط له الكراسة في قلب الكتاب عشان ما ينساهاش، وأنا اللي هبري له القلم عشان ما يروحش اللي والقلم مش مبري، وأنا اللي هطمن على استجابته معاه ولا مش معاه، وأنا اللي هطمن نشاط فلان عمل ولا ما عملوش، وأنا اللي هطمن التلوين كذا.
انا دوري بس اللي انا زي ما انا قلت مساعدة اسيستنت كده، يعني ايه، مشرفة على الأنشطة بتاعته أو على دوره هو، لكن هو اللي شايل الدور الرئيسي. طبعا أنا بتكلم الخطوة اللي بعد كده، وهرجع لكم النقطة اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيها تاني. الخطوة اللي بعد كده اللي هو يبدأ بالمادة اللي بيحبها. لو بدأ بالمادة اللي يحبها هياخد ثقة في نفسه، اللي هو بيعرف يكتب واجبها، بيفهمها، بيحلها بسهولة، فياخد ثقة في نفسه لحد ما يتنقل على المادة الأصعب فالأصعب. طبعا الخطوة اللي بعد كده اللي هو طول ما هو بيذاكر يحل تمرينات على طول. التمرينات بتديله ثقة في نفسه. طول ما هو بيعرف يكتب في الإجابة أكيد بياخد ثقة في نفسه، اللي هو قدر يذاكر صح، قدر يفهم المعلومة صح، قدر يكتب الإجابة صح، فبتديله ثقة في نفسه أكتر. ده بالنسبة لو ابنك يعني طفل سوي. طيب لو ابنك بقى من أصحاب صعوبات التعلم، تشتت الانتباه، قلة الإدراك، الكلام ده، ضعف التركيز، الكلام ده كله، ده ليه أخصائي بيعالجه. يعني أخصائي بيروح له، سواء أخصائي صعوبات تعلم، أخصائي تخاطب. لو ابنك مش طبيعي أو مش سوي أو عنده أي مشكلة في الكلام ده، مشكلة أكاديمية أو مشكلة نمائية أو أي حاجة، احنا بنحاول نعالجها. وبيبقى لك خطوات تانية خالص بتعملها معاه، بندخل خطوات من دي على خطوات تانية. طبعا اللي هو أخصائي اللي انت هتتابعي معاه هيقولك عليها برضو، عشان خاطر ما تحكموش على ابنك اللي هو زي الأولاد العاديين. يعني لو ابنك عنده صعوبة تعلم أو كده، ما تشتغليش معاه الخطوات دي بنفس الحزم أو نفس الصعوبية أو نفس الجد فيها، لأ، انت بتاخديه تدريجي برضو، واحدة واحدة، وبتشجعيه وبتديله ثقة في نفسه والكلام ده كله، بس بتاخديه واحدة واحدة عشان خاطر تديله ثقة في نفسه، والكلام يركز في دماغه، والحاجة اللي هو بيعملها يفكر فيها ويعرفها أكتر. فلو ابنك عنده صعوبة تعلم، طبعا ده بتشوفي أخصائي صعوبات تعلم، أو يعني بتعرضي على مختص في المشكلة اللي هو عنده فيها، يعني المشكلة اللي هي عنده، المشكلة اللي هي عنده، عشان يقدر يعالجها معاكي ويساعدك فيها إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك لنا في أولادنا جميعا يا رب، ويخليهم ونشوفهم دايما أحسن حاجة كده، وأحسن مما نتمنى فيهم كمان يا رب العالمين. وربنا يا رب يربي عننا أولادنا يا رب العالمين، فإنا لا نحسن التربية يا رب العالمين. أشوفكم على خير.